بنكمل مع بعض أحداث الفصل الثالث من قصة سندباد مترجمة باللهجة المصرية. Sinbad's friends come to visit him at his father's house, but there is nothing to eat or drink, and the house is dirty. أصدقاء سندباد بيروحوا يزوروه في بيته، لكن ما بيلاقوش حاجة ياكلوها ولا يشربوها، وكمان البيت ما كانش نضيف. His friends soon go away. أصحابه ما مرتاحوش طبعا فمشوا على طول. I need more money he thinks. أنا عايز فلوس أكتر، وده كان تفكير سندباد. Then I can have a beautiful house again. وبكده أقدر إن أنا يبقى عندي بيت جميل تاني. The next morning, Sinbad finds a ship and a captain. He buys lots of things at the market and he puts them on the ship. وتاني يوم الصبح سندباد بيلاقي سفينة وقبطان وبيشتري حاجات كتيرة من السوق علشان يحملهم معاه على السفينة ويسترزق منهم. He's ready to leave Baghdad again. هو كان مستعد للرحيل من بغداد مرة تانية. After a week at sea, there is a big storm. وبعد أسبوع هم في البحر قامت عاصفة كبيرة جدا. Sinbad is ill and he stays in bed. سندباد بيمرض وبيفضل قاعد في السرير. After the storm, the ship arrives at an island. وبعد ما العاصفة خلصت السفينة راحت لجزيرة. That's the island of Zagab, says the captain. والكابتن بيقول لهم القبطان بيقول لهم دي جزيرة زاجاب. Sinbad is very excited. سندباد كان متحمس جدا. Perhaps I can sell my things to people on the island, he thinks. وقال بينه وبين نفسه أنا كده ممكن أبيع الحاجات اللي أنا جبتها السجاد وكده للناس اللي موجودين على الجزيرة، فكانت فرصة كويسة يعني. Sinbad explores the island with two of the sailors. سندباد أخد معاه 2 من البحارة علشان يستكشفوا الجزيرة. They find lots of jewels there. وهم ماشيين في الجزيرة فبيلاقوا مجوهرات موجودة. Just then a big wave hits the ship. وبعد كده جت موجة كبيرة وخبطت في السفينة. The wave takes the ship far out to sea. والموجة اللي خبطت في السفينة خدت السفينة وسحبتها لبعيد جوه البحر. Sinbad and the 2 sailors are very afraid. So they climb behind some big stones. سندباد والاتنين البحارة اللي كانوا معاه كانوا خايفين جدا وراحوا يستخبوا ورا حجارة كبيرة. When night comes ولما الليل جه they go to sleep. هما راحوا يناموا. In the morning they find a big snake around them. وفي النهار لقوا تعبان ضخم جدا حواليهم. The snake eats one of the sailors. Quickly, Sinbad and the second sailor climb a tree. طبعا التعبان بياكل واحد من البحارة للأسف، وسندباد بسرعة هو والبحار التاني بيطلعوا على الشجرة عشان يبعدوا عن التعبان. They stay there all day and all night. وبيفضلوا في مكانهم كده ما يتحركوش طول النهار وطول الليل. When Sinbad wakes up in the morning he's alone. ولما سندباد صحي من نومه في النهار لقى نفسه قاعد لوحده. Oh no, the second sailor is dead too, he thinks. يا نهار أبيض، ده أكيد البحار التاني مات برضه. And I am the snake's next breakfast.
ويا ترى أنا بقى هكون الوجبة بتاعة الفطار للتعبان دوت المرة الجاية ولا إيه؟ أنا اللي عليا الدور. Just then Sinbad sees some wood near the tree. وبعد كده سندباد بيشوف خشب كتير قريب من الشجرة. Sinbad climbs down the tree and he makes some armor from the wood. وبينزل سندباد من على الشجرة وبيعمل دروع من الخشب اللي كان موجود تحت الشجرة. Then he sees the snake. وبعد كده شاف التعبان. The snake is hungry. التعبان كان شكله باين عليه كده ان هو ايه جعان. Sinbad stays in his armor all night. سندباد كان قاعد في المكان اللي هو كان عامله لنفسه كده زي ايه زي كوخ كده على الشجرة. عمل لنفسه كوخ على الشجرة فكان قاعد فيه طول الليل طبعا عشان ايه ما يشوفوش التعبان وكده. The snake moves around him. التعبان لف حوالين سندباد but it can't eat سندباد لكنه ما قدرش ان هو ياكل سندباد. In the morning سندباد wakes up. وفي النهار سندباد صحي. Where is the snake? He thinks. وقال هو فين التعبان؟ The snake is sleeping in the sun near the tree. ولقى إن التعبان نايم تحت ضوء الشمس جنب الشجرة كده. Then Sinbad sees a ship out at sea. وبعدها سندباد بيشوف سفينة في البحر وبيقول لنفسه السفينة دي السفينة القديمة بتاعتي. I know that ship. He thinks it's my old ship. دي السفينة القديمة بتاعتي. I know that ship. بيقول أنا عارف السفينة دي. It's my old ship. دي السفينة القديمة بتاعتي. Sinbad quietly climbs out of the armor and quickly puts some jewels in his bag. سندباد بيتسلق بهدوء كده من الدرع اللي كان عامله عشان يحمي نفسه من التعبان وبسرعة بيحط شوية من المجوهرات اللي كانت معاه في الشنطة. Then he runs to the sea. وبعد كده بيهرب ناحية البحر. The snake wakes up and comes after Sinbad. التعبان بيفوق وبيصحى وبيجري ورا سندباد but Sinbad runs faster and gets to the sea before the snake can eat him. لكن سندباد طبعا كان أسرع منه وجري بسرعة جدا عند البحر والتعبان ما قدرش يوصله. Sinbad swims to the ship. سندباد بيعوم لحد السفينة. It's Sinbad, cry the sailors. فالبحارة اللي كانوا موجودين مع سندباد على السفينة لقوه وفرحوا جدا بيه وقالوا ده سندباد. You're a lucky man. فبيقولوا له انت راجل محظوظ جدا. You're a very lucky man. انت راجل محظوظ جدا. We have all your beautiful carpets from Baghdad. Thank you, says Sinbad. The ship sails home. We have all your beautiful carpets from Baghdad. Thank you, says Sinbad. فطبعا سندباد طبعا معاه بقى سجاد جميل جدا ولسه موجود محتفظين له بيه على السفينة يعني. The ship sails home. والسفينة بتبحر مرة تانية ترجع لبغداد. It stops at lots of different countries and Sinbad sells all his carpets. فسندباد طبعا وهم في طريقهم للرجوع لبغداد كان مع السجاد وكده فنزل يبيعه كله في كل دولة أو كل بلد بينزلوا شوية يعملوا ريست. فسندباد كان بياخد الحاجات اللي معاه السجاد
ويبيعوا هناك في البلاد دي يعني. When he arrives in Baghdad he has a lot of money. ولما بيوصل بغداد بيكون معاه فلوس كتيرة جدا. وبكده بينتهي معانا الفصل الثالث. أتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك وتعليق علشان ندعم القناة. شكرا جزيلا. Thank you so much.